ولا حتى بعدين اثبت، يعني ما اقدر اثبت شيء انا ما اعرف. يعني مثلا بسأل السؤال بسيط، يعني لو ثبت، يعني لا تقول لي اثبت، لو ثبت ان معاوية كان يسب علي بن ابي طالب شنو حكم؟ طيب هذا الحكم فيما يتعلق بمسألة الذنب. يعني مو كافر؟ من قال إن السب كفر؟ ائتني بعالم. سبه النبي يقول من سب عليا فقد سبني، يعني باعتبار سب النبي ما يكفر اللي يسب النبي؟ عندما نرى اعرض ما عندك من مصادر، صح، ولذلك قلت لك اعرض ما عندك استشكل. هو قلت لك راح اعرض بس على نحو لو ثبت، يعني لو ثبت انه سب علي وثبت هذا الشيء، وثبت ان النبي قال من سبه فقد سبني، ما يعتبر كافر باعتبار سب النبي؟ لا، هنا في مسألة السب أولا هو لم يسب، أدي واحد. الأمر الثاني لو ثبت في قولك، لو ثبت. أيوة أقول لك في قولك أنه لو سب وكذا، فإن مسألة السب لابد عليك أن تثبت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبه فقد سبني. أهلا يا إنجل. هو سؤالي هسه راح أجيب الأدلة. أنا سؤالي لو ثبت أن معاوية سب علي، ولو ثبت أن النبي قال من سبه فقد سبني، هل يعتبر سبه لعلي السب للنبي يعتبر كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق. يعني اللي يسب النبي فاسق مو كافر؟ أقول لك سباب المسلم فسوق، وهو هنا لا يتكلم عن مسألة سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل من سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني تمام، اللي يستهزئ بالنبي كافر. فلو ثبت أن معاوية سب علي وثبت الحديث أن النبي قال من سب عليا فقد سبني، يعتبر معاوية كافر؟ بهذه الطريقة لا يعتبر كافرا، لأن سيدنا علي ليس كسيدنا رسول الله. حديث، طيب اثبت الحديث فقط بس. لا، بالبداية أريد أخذ الحكم بعدين أنطي الحديث. لو ثبت أن النبي قال من سبه فقد سبني، يعتبر كافر باعتباره سب علي وسب النبي؟ صراحة أنا لا أفرض مستحيلات في الحوار كما تعلم عني. لا، سفرض